مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموج 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور منال محمد، اختصاصي بالتوليد وأمراض النساء وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفي لحتى نبلش لقائنا ولنبدأ حلقتنا. مساء الخير دكتور. يا أهلا وسهلا، مساء النور، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعلى الجميع إن شاء الله. حابب أشكر زملائي بالكنترول شيرين ومروان، راح يكونوا معنا على البث المباشر والكنترول. راح نكون مسرورين جدا لما بتتابعونا وتنضموا لنا وتأغنوا حلقتنا بأسئلتكم عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب برسالة 093 82 80 81 4، على صفحتي الإذاعة البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. عبر كومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم، ورح نكون مبسوطين جدا لما بتشاركوا الحلقة وتأغنوا حلقتنا بأسئلتكم. اليوم موضوعنا اللي اخترناه هو ما راح نقول هو شائع كثير، ولكن بيخص شريحة النساء، وقد يكون يعني عند الفتيات والنساء والمسنين، يعني اللي هو الورم الليفي الرحمي، إذا جاز التعبير، إذا نحن يعني شلون يعني لفظناه بشكل صحيح. الدكتور رح يعرف لنا شو هي الأعراض، شو هي الأسباب، وكثير من المحاور رح نناقشها. بالبداية كتعرف شو هو الورم الليفي الرحمي، رح نترك المايك للدكتور منال. يا أهلا وسهلا. طبعا الأورام الليفية في الرحم هي أشع الأورام السليمة الرحمية السليمة الموجودة عند النساء. طبعا هناك أورام أخرى تصيب الرحم السليمة مثل الأورام الوعية، ولكن هي نسبتها قليلة جدا. الأورام الليفية السليمة هي أشع أورام سليمة في الرحم. طبعا هذه الأورام موجودة في الرحم، وطبعا موجودة حسب توضعها في الرحم تشريحيا. يمكن أن تكون في عنق الرحم، يمكن أن تكون في جسم الرحم، يمكن أن تكون في قاع، وأيضا يمكن أن يكون خارجية، يعني تحت المصلية الرحم عن طريق بجهة البطن، أو ضمن جدار الرحم العضلية، أو ضمن بطانة الرحم، وقد تكون لاطئة وقد تكون معنقة. هذه الأورام حسب توضعها وحسب حجمها وحسب شكلها تعطي الأعراض. طبعا هذه الأورام سليمة، نسبة الخباثة فيها ضئيلة جدا. تقريبا كمون الخباثة عندها 0.5%، يعني 0.5%، يعني 5 بال10,000 أو بال100,000. نسبة خباثتها نادرة، يعني هي أورام سليمة. هذه الأورام تصيب 20% من النساء في سن النشاط التناسلي، يعني شائعة. هذه الأورام شائعة. و40% من النساء فوق سن 40 موجودة لديهن أورام رحمية. طبعا أسباب الورم الرحمي غير معروفة بدقة. هناك نظريات عائلية وراثية ونظريات دوائية أيضا، ولكن ليست هناك أسباب واضحة للأورام الليفية في الرحم. الأورام الليفية الرحمية منتشرة عند الأمريكيين من أصول أفريقية أكثر من البيض، يعني حتى متعلقة بالعرق. يعني طبعا الإحصاءات الموجودة منتشرة عند الأمريكيين من أصول أفريقية أكثر من البيض. هذه الأورام قد تأخذ أحجاما كبيرة من عدة مليمترات إلى 10 أو أكثر، إلى 20 سنتي وأكثر كمان، وقد تزن إلى 5 أو 6 أو 7 كيلوغرام، يعني حسب حجمها. هذه الأورام طبعا تزداد خطورة أثناء الحمل، وطبعا بعد سن اليأس تضمر هذه الأورام مع الرحم وتقريبا تصغر، يعني بعد تقريبا بشكل عام. هذا هو تعريف المميز للأورام الليفية. دكتور أكيد هلا كتعريف يعني أغنية التعريف حقيقة، حتى شوي تطرق لموضوع الأسباب. لكن المستمعات سواء كانت الفتيات أو السيدات المتزوجات أو المسنات، حتى إذا يكون يعني رح نفوت بتفاصيل جدا مهمة. الأعراض، يعني ممكن حدا عم يسمعنا وعم يسأل حاله يا ترى شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر علي هي، أو إذا يعني جاز التعبير مؤشرات أو مشعرات لوجود كتلة أو سواء ليف أو ورم. شو هي الأعراض لحتى السيدة أو الآنسة تعرف أنه عندها شيء؟ طبعا أكثر الأعراض متعلقة مثل ما قلت بتوضع مكان الورم الليفي بالرحم. فإذا كان في بطانة الرحم طبعا عرضه يكون النزف الرحمي الشاذ. نعم. يكون هناك نزف
رحمية شاذة فيتظاهر الأعراض بالنزف، أو إذا كان حجم الورم كبير فهناك حس ضغط على الأعضاء المجاورة، على المستقيم، على الحالب، على المثانة، فتؤدي إلى هذه الأعراض وتؤدي إلى آلام. أيوة. طبعا التشخيص يكون بالتشخيص الفيزيائي عن طريق الطبيب يعني، أو عن طريق الإيكوغرافي، تشخيص تقريبا مؤكد 100% يعني. فالأعراض غالبا تتظاهر هذه الأورام بنزوف رحمية شاذة، بآلام، وبعسرة تبول، عسرة تغوط، أو حتى يمكن أن تصل إلى استسقاء في الكلية، لأنه يمكن تضغط على حوالب، يمكن أن تتظاهر بقولون شكلية حسب الحجم طبعا، حسب الحجم وحسب توضع الليف بالنسبة لجسم الرحم. وأيضا مثل ما ذكرت أنه أحيانا تكون هل الورم كثافة الورم تكون يعني بقياس كبير، رح يكون في شيء ظاهر يعني طبعا بالعيان يعني. بالجس يمكن الطبيب يجس كتلة بالبطن، والفحص الفيزيائي يمكن يكشف الورم. ولكن أغلب الأورام تشخص بفحص إيكو روتيني أكيد. عند المرأة الحامل أو عند الفتاة أو عند النساء المراجعات للطبيب النسائي، فيتم تشخيص الورم الليفي بفحص روتيني بالإيكوغرافي، وإجراء بسيط ومتوفر يعني طبعا. جدا تماما. دكتور شوي حكيت عن شوي جزء من الأسباب، يا ترى يعني دائما بجميع الأسباب والأمراض عامل الوراثة متهم أيضا؟ لا تحكي لنا عن موضوع الأسباب بشكل موسع يعني. مثل ما قلت هناك نظريات أنه والله النساء اللواتي تتناول المواد الهرمونية يمكن أن تؤدي إلى زيادة حجم هذه الأورام، أو حتى هناك يقولون هناك هذه المواد تسبب الأورام اللي فيه، ولكن هذه نظريات. هناك نظرية وراثية، هناك عائلات معروفات بوجود هذه الأورام اللي في لدينا تماما، مثل ما قلت وأشرت إلى الوجود التأثير العرق أيضا إن كان أو طبعا الظروف، ولكن ليس هناك سبب محدد. طبعا هناك نظريات تقول كل نوية اللي فيه تنشئ من خلية خاصة بالرحم، النمو هي ما تنتشر يعني. فهناك إذا كان هناك مثلا موجودة عند سيدة عدة أورام ليفية أو عدة نويات ليفية بالرحم، فكل ورم منشئ بذاته، مو متنقل من الورم الأم أو الورم الثاني يعني. فلذلك قد نشاهد هناك عشرات الأورام أو نويات ليفية في نفس الرحم، وقد يكون هناك ورم ليفي واحد. لذلك الإجماع الموجود أنه ليس هناك سبب واضح أو سبب مباشر لهذه الأورام. تماما. دكتور منال، ابن شوي حكيت يعني معلومة جدا مهمة حقيقة، هي اطمئنان السيدات أو المرأة أنه يعني النسبة اللي ذكرتها هي كتير ضئيلة بنسبة خطورة الورم. دائما حالة الخوف عند السيدات بتكون أنه مجرد في ورم إذن معناته كتلة غير حميدة، كتلة خبيثة، إذن في شيء. دائما الإنسان بيتوجه نحو الشيء السلبي. الموضوع هذا مهم كتير يعني. كل كتلة أو كل ورم موجود بالرحم مانا كتلة خبيثة. لنطمن يعني نطمن مستمعاتنا بخصوص هالموضوع هذا. من شوي ذكرت كمان موضوع الوسائل التشخيصية. كيف بتشخصوا هالحالة دكتور؟ بالإيكو، بالتحاليل، بإجراءات متطورة أكثر، طبقي، رنين، كذا؟ الأورام اللي فيه طبعا إذا شخصنا أي كتلة موجودة بالرحم طبعا يتطلب استئصالها وإجراء الفحص التشريحي المرضي لها واحد مشان يتأكد. نعم. يعني حتى إذا ورم اللي فيه تم استئصاله من رحم مريضة يجب أخذ العينة إلى التشريح المرضي للتأكد. روتيني هذا. نعم. ولكن الأورام اللي فيه نسبتها سليمة تقريبا فينا نقول 100%. حلو. نسبة الخباثة فيها ضئيلة جدا حتى مستمعاتنا يرتاحوا. هو الورم الليفي ما بيخبي حاله على الإيكو، يعني الدكتور النسائي أو طبيب الأشعة يميز الورم الليفي عن أو كتل ثانية موجودة بالمبيض أو بالرحم. حتى الأعراض، حتى العلامات المرضية الموجودة المرافقة للورم يوجه نحو الورم الليفي. وطبعا لما نقول نحن المرض مانو خبيث، مو معناته المرض معناته كمان بيأثر كمان.
لا، تماما. المرض ما هو خبيث يعني ما هو سرطان. نعم. طبعا لما يكون الورم خبيث، الورم هذا ينتقل، الورم هذا ينتقل من الأعضاء الأخرى المجاورة، الورم بده معالجة كيميائية، بده معالجة إشعاعية، بده حسب نوع الورم الموجود. الأورام اللي في معالجتها الجراحية وهو فقط جراحية. نعم. يعني هناك توجهات أو نظريات بتقول أن هناك بعض الأدوية ومرتبطات الهرمونات موجودات مشان تصغير حجم الورم، هذه كمان نظريات. علاج الورم الليفي النهائي هو بالجراحة، والجراحة بس تم التشخيص أنه هذا ورم ليفي، خلاص المرأة تعتبر شافية من هذا المرض، وهو نسبة الخباثة فيه ضئيلة جدا جدا جدا. لذلك أحب أطمن المرضى والمرأة بشكل عام أنه الورم الليفي هو مرض اسمه الورم الليفي وسليم يعني. حلو كتير. تمام. رح ذكر مستمعاتنا اليوم، نحن عم نخاطب السيدات والآنسات يلي عم يسمعونا. انتو هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور منال محمد، اختصاصي بالتوليد وأمراض النساء وجراحتها. عم نحكي عن الورم الليفي الرحمي. يعني جدا اطمئنا يعني دكتور على هالموضوع هذا. اللي حابب ينضم، اي حدا عنده اي سؤال، سواء كان بالاتصال بالرقم الارضي 429 101، فيكم تشيلوا السماعه وما تترددوا. عبر الواتساب برساله 093 82 80 81 4، او عبر صفحتي الاذاعه راديو بوير وبوير عربي برساله بكومنت. رح نجاوب على اسئلتكم اكيد، ورح نكون مسرورين جدا ب يعني تواصلكم معنا. دكتور، من شوي دخل موضوع العلاج. يا ترى دائما نحن عم نحكي انه طرق العلاج دكتور احيانا بامراض اخرى، بجراحات اخرى، حتى ضمن النسائيه ربما الطبيب اول شيء بيلجأ للعلاج الدوائي، بعدين بيلجأ للعلاج الجراحي. انتم هون عندكم هل محور موضوعنا لليوم فورا تلجأوا للجراحه، يعني ما في شيء اسمه دواء؟ هلا مو كل ورم ليفي لازم واحد يعمل له جراحه. طبعا حتى الجراحه كمان له معايير. جراحة الورم الليفي والتداخل على الورم الليفي له معايير. يعني مثلا مريضة لديها نواة ليفية 2 سنتي أو 3 سنتي وغير عرضية، شخصت بفحص روتيني بالإيكو، لا تحتاج إلى عمل غير جراحي. مؤلمة، غير عرضية وصغيرة، لا تسبب نزوف طماسية غزيرة، لا تسبب أي مشكلات بالنسبة لها. فنحن نطمئن السيدة أنه فقط بدها مراقبة. مريضة حامل ولديها ورم ليفي، أثناء العمل الجراحي في كتير يقولوا دكتور في عنا ورم ليفي مع قيصرية، يمكن تشيلنا ورم ليفي، هذا مضاد استطباب. أثناء الورم الليفي، أثناء العملية القيصرية، أي طبيب ما يقدر يشيل الورم الليفي، لأنه هذا الورم الليفي مضاد استطباب، لأنه نازف بشدة، والرحم بحالة بحالة الولادة الرحم يكون تربيته دموية غزيرة ونازف بشكل، والورم يكون غزير جدا. لذلك نتجنب الجراحة الورم الليفي أثناء القيصرية. حلو. إمتى نلجأ للجراحة للورم الليفي؟ عندما يكون حجم الورم كبيرا. مثلا نحن نقول عندما يبلغ حجم محصول حملي 12 أسبوع، يعني تقريبا شيء 8 أو 7 سنتيمتر وأكثر. عرض هذا يسمى أو كبير. تمام، كبير جدا. إذا كان ضاغط على الأعراض المجاورة، إذا كان ضاغط على المثانة، ضاغط على الحالة، ضاغط على المستقيم، على الأعراض المجاورة، إذا كان مؤلم. هناك مرات تنكسات ليفية تحصل داخل الورم الليفي يسبب ألم. هناك أورام ليفية مؤلمة غير إذا كان هناك نزف شاذ. فهذه الأورام بهذه الحالات يكون علاجها بالجراحة. طبعا العلاج الدوائي لا يفيد، يمكن تلطف الأعراض إن كان النازف أو إن كان الألم، ولكن العلاج الشافي لا يوجد إلا بالجراحة. مريضة مثلا عندها بسن اليأس ولديها ورم ليفي 2-3 سنتيمتر، وأساسا بعد سن اليأس الأورام تضمحل وتضمر، ما في داعي للجراحة. جميل. فلهالشيء حتى الجراحة الورم الليفي له معايير. أما مريضة مثلا عندها نوايات ليفية، إذا كان نوايات ليفية ضمن الرحم، طبعا الورم الليفي مثل ما قلت إذا كان ضمن الرحم يمكن يسبب إسقاطات الحمل. هو هذا كان السؤال يعني. يا ترى الورم بيعيق آلية حدوث الحمل، آلية الإنجاب كذا؟ مثل ما قلت إنه الورم الليفي حسب موضوع. إذا كان الورم الليفي ضمن بطانة الرحم وضمن جوف الرحم، يمكن ما بيعيق الرحم، ولكن بيعيق التعشيش الجنين، أو يعيق نمو الجنين، ويتسبب بارتكاز مشيمة معيب، يمكن يسبب
اسقاط الجنين، السبب يكون الاسقاطات. لذلك هذه النسوة او هؤلاء النسوة اللواتي لديهن اورام ليفية ولديهم اسقاطات متكررة لابد من تداخل وعلاج الورم الليفي لديهم. ممكن مريضة عملت استئصال ورم ليفي واحد أو لمرة واحدة مثلا، ممكن يعني عندها عامل تأهب دائما يصير عندها شيء؟ مثل ما قلت هلا الأورام الليفية أي ورم ليفي هو ورم بحد ذاته يمكن يتشكل من خلية رحمية. فعندما يتم التداخل الجراحي عند مريضة لديها ورم ليفي 4 أو 5 سنتيمتر، وقد يكون هناك ورم ليفي صغير لم يتم تشخيصه عيانيا، تماما بعد 4-5 سنوات تجي المريضة الدكتور صار معي ورم ليفي، كان معك صغير بس ما شفنا هذاك الوقت يكبر يعني. تمام. الورم الليفي طبعا المريضة التي تتناول المواد الهرمونية كمانعات الحمل الفموية يؤهب إلى زيادة نمو الأورام الليفية، زيادة حجمها. الحمل يزيد من حجم الورم الليفي. أيوة. لذلك الورم الليفي بعد 5 سنوات يمكن يكون هناك نواة صغيرة أقل من نص سنتي أو بحدود مليمترات لا تشخص حتى بالإيكو أو عيانيا. نعم. بعد 5 سنوات يصل حجمها إلى 3 أو 4 5 سنتيمتر. ممكن. فكمان يكون ورم ثاني قائم بذاته يعني. تمام. ولكن بيضل هو ورم ليفي سليم. أكيد. وقد يكون موضعه غير موضوع الورم الأولاني، وقد يكون أعراضه أيضا مختلفة. أيضا. تمام. رح حب ذكر المستمعين اللي عم يسمعونا هلا عبر تردد الإذاعة 103.5. انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور منال محمد، اختصاصي بالتوليد وأمراض النساء وجراحتها. عم نحكي عن موضوع الورم الليفي الرحمي. ما تترددوا، تفضلوا شيلوا السماعة واتصلوا معنا 429 101 أو عبر. طبعا تحية كبيرة لجميع المشاهدين، عم يوجهوا تحية للدكتور الضيف دكتور منال. بدورنا كمان عم نرد عليكم كلكم، أهلا وسهلا وشكرا لتعليقاتكم الجميلة اللي بتستحق الاحترام. طبعا وصلنا يعني لنختم حلقتنا. موضوع العلاج كمان تطرق له الدكتور منال، لكن موضوع الجراحة دكتور، الجراحة بتكون بالكلاسيكية أو بالتنظير، اثنيناتهم تشتغلوا فيها مثلا؟ طبعا الجراحة هناك يمكن معالجة الأورام اللي فيه بالتنظير، يتم تفريم الأورام وعلاجها، ويمكن أيضا بالجراحة حسب حجم الورم وحسب تموضع الورم يعني هناك. ولكن بالتنظير كمان هناك جراحة تنظيرية متقدمة جدا حتى يمكن استئصال هذه الأورام، وبالجراحة العادية كمان نتائج جيدة جدا يعني. تماما. دكتور، نختم حلقتنا نحن دائما بموضوع النصائح الوقائية، سواء كانت للآنسات، للسيدات، للمسنات حتى. بنختم لقائنا بمجموعة من النصائح من عند الدكتور منال محمد. طبعا بحب بوجه تحية وصيام مقبول ورمضان كريم لكل النسوة الصائمات. طبعا الحاملات يجب أن لا يصمنا، خاصة تمام. بالأشهر الأولى. تمام. هاي بدها موضوع ثاني وحلقة ثانية. إيه. ما بنصح بالصيام خاصة بالأشهر الأولى وبالأشهر الأخيرة من الحمل. مشكور على الملاحظة. تماما. هذا 1. 2 كل سيدة يجب إذا شعرت بأي أعراض ألم بطني أو كتلة في البطن أو تغيرات في تبدلات في الدورة الطمثية أو بنزوف طمثية تراجع طبيبها مشان لا يمانع حتى إذا ما كان في كل 6 أشهر أو كل سنة. حلو. المريضة تكشف على حالها وتشوف وضعها بيكون منيح مشان أي مشكلة واحد يتم تداركها بأبسط وأسهل الوسائل وتكون نتائج أحسن يعني. لذلك أتمنى للكل الصحة والسلامة. مريضاتنا أو مراجعات العيادة ليست بالضرورة تكون مريضات عنا بالنسائية، هن حوامل وهن طبعا حتى سيدات متزوجات وسيدات بعد سن الياس. طبعا أي سيدة تشعر بأي عرض غير نظامي أو باضطراب في الدورة أو بألم أو بكتلة في البطن يجب أن تراجع طبيب النسائية مشان تأخذ العلاج والنصائح المهمة. ألف شكر لكم على هاللقاء الجميل والحضور الجميل دكتور منال، وعلى المعلومات القيمة. على أمل نلقاكم مستمعينا ومتابعينا بالأسبوع القادم، ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة ورمضان كريم.